الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا في كل مكان. حقيقة وردتني أنا بعض الأسئلة إنه هل الكوشيين النوبيين الحامين السودانيين كانوا موحدين ولا كانوا عبدة أصنام ولا القصة إيش؟ أولا يعني أنا حرد بنشيد العلم السوداني النوبي الكوشي الحامي اللي هو أول نشيد علم الكون. بيقول: خلقنا الله فسجدنا له جعل كل العالم يهتف لنا، نحن الأوائل في كونه كل البشر أتوا بعدنا، فليحيا مجد كوش العظيم المجيد من في الورى يكون مثلنا، وكان ذاك تنسج ثوب المهابة عزا وفخرا ليبقى لنا. أنا ما أعتقد إنه بعد نشيد العلم ده وهي إجابة كافية وشافية ووافية، إنه لما يقول لك خلقنا الله فسجدنا له جعل كل العالم ليهتف لنا، نحن الأوائل في كونه كل البشرة بعدنا. دليل قاطع، دليل علمي، دليل تراثي حضاري إنه هم كانوا موحدين. وأكبر الدلالات والإشارات على وحدانية الله وجود الماء، وسودان يعني دار الماء، دار الخلود، دار الآلهة. قال اليعقوبي في كتابه ممالك الحبشة والسودان إنه أول من عاش على البسيطة وعرف الآلهة وتعلم القراءة والكتابة وغرب الغرابين كانوا السودانيين. ده اليعقوبي في كتابه ممالك الحبشة والسودان. أي شخص، أي عالم، أي مطلع، أي مثقف عايز يستنير ويتنور يقرأ كتاب اليعقوبي ممالك الحبشة والسودان. إنه بالدليل الجازم والقاطع إنهم كانوا موحدين وكانوا يعرفوا الله وكانوا يقربوا القرابين. امتدادا للقصة المشهورة في القرآن الكريم بين هابيل وقابيل، وتغربا قربانا فتقبل من الآخر ولم يتقبل، وحصل الحصل في إنه يعني هابيل قتل قابيل وإلى آخره. دي قصة ممتدة. وأنا دائما بقول في مقالاتي إنه امتداد الحضارة الكوشية النوبية السودانية الحامية هي امتداد من بداية الخلق إلى يومنا هذا، إلى مستقبلنا، إلى أن يرث الله الأرض ما فيها. ففي البيت الأخير من نشيد العلم يقول: وكان ذاك تنسج ثوب المهابة عزا وفخرا ليبقى لنا. ما قال يدوم لنا، نندم الحال من المحال، أما البقاء لله، فتبقى هذه الحضارة وهذه القصص وهذا الخلق وهذا التراث وهذا العلم من خلقة أبونا آدم إلى أن يرث الله الأرض ما فيها. ده دليل قاطع ودليل جازم بالعلم. وفي العلم لا مجال للعواطف ولا للمجاملات ولا للافتراءات ولا الكلام الغير صادق. أنا دائما في محاضراتي بنقول نحن متوازيين ومتواسيين، يعني متوازي ومتساوي وصريح ودغري في الدلائل والبراهين والأدلة اللي بتثبت صحة ما نحن نقوله له في الكيان النوبي اللي هو علماء الكيان النوبي والمؤسسة الفكرية لتوثيق الحضارة السودانية النوبية الكوشية، اللي بيمثل امتداد هذه الحضارة فيما نحن يعني نصبو إليه من صدق للمعلومات والعلم اللي بدل يبرهن إنه نحن حضاراتنا وجدودنا كانوا موحدين وكانوا يقربون إلى الله وكانوا يعرفون الله، بدليل إنه سيدنا نوح جد سيدنا إدريس كان معه في الجودي اللي هي كانت 9 شهور في الماء، وصبت الماء 40 يوما و40 الصباح، إن ربنا قال اهبطوا منا بالسلام وبركات يا نوح. دليل جازم، دليل قاطع. نحن أحفاد الأنبياء والمرسلين. الحضارات التي حصلت وما زال ذكرها وتاريخها موجود في منطقة امتداد شريط وادي النيل، واللي كانت منها أفريقيا وأمريكا وكوستاريكا وبلجيكا، كلها دلالات صادقة ودلالات مثبتة بالعلم والدليل والإثبات والبراهين اللي احنا صيغناها وبنسوقها في كل محاضراتنا ومنصات التواصل الاجتماعي وفي كل المواقع اللي هي بتدعو إلى إنه تأصيل الحضارة السودانية وتأكيد أصالتها، وإنه هي أصل البشر وأصل الخلق وأصل التاريخ وأصل الحضارة وأصل الثقافة. ده بخصوص ما ورد من إنه هل الحضارة النوبية الكوشية الحامية كانوا موحدين يعرفون الله. دليل قاطع موجود في كتاب اليعقوبي ممالك الحبشة والسودان، وكذلك في النوبة رواق أفريقيا 109 106 آدم ويلمس يقول إنه الحضارة
الحضارة لا تحتاج إلى جلب أغواما رضية للتطور والرقي والتحضر، إنما التحضر والرقي يكون وفقا للحضارة ذاتها التي هي كانت أصل الحضارة وأصل التاريخ وأصل التراث. وإنه الهجرات حصلت، الهجرات نفسها حصلت من نفس النفس الجنس البشري السوداني، وإن كل الحضارات تعود لممثل واحد في حضارة تاسيد الأقواس، حضارة الأقواس في تاسيتي في جبل الملك سلمان شمال حلفا، وكذلك في صاي في جزيرة كرما. والشكر لله والحمد لله، كل المنصات وكل العلماء وكل التواصل الاجتماعي وكل القنوات أثبت ما نحن قلناه قبل 30 سنة، إنه الشجرة الجينية السودانية هي أصل الخلق، مع نشيد العلم، مع ما ثبته كل العلماء، روبرت كانسي، آدم ويلمس، ورس بيديج، محمد بن الأسير في الكامل التأخير، علي في الكامل في التاريخ، علي الديازي في الفتوحات التاريخية الإسلامية. الكتب دي كلها موجودة، ممكن نحن كلنا نطلع عليه، انتم تستفيدوا ونحن نستفيد. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير، والسلام عليكم، وحواصل معكم.